برضه في تحفظ هنا، الناس جمهور الزمالك هيزعل مني، بس انا بقول بما يرضي الله. الفتره الاخيره مستوى زيزو لا يؤهله ان هو ينضم المنتخب فعلا. طبعا. ده حق ربنا، واللي يزعل يضرب دماغه في الحيط. لا بالنسبه اصل بص، اصل انا هتهاجم كتير. ماشي كابتن، يعني متحفظ بس على طيب. الجمله الاخيره. طب بما يرضي الله، اي حد انه يعترض مثلا على كلام ماشي. بما يرضي الله هيلعب على زيزو، ماشي. قصدي هيلعب على محمد صلاح. انت دي وجهه نظرك. لا ما انا بص، ما هو لما اي حد ليه الحق انه يختلف معاه. هو لما بيكون كويس كنا احنا بنقول ايه؟ يلعب طبعا يستحق ويتاخد بس هو الفتره الاخيره بصراحه هو مش مركز خالص في الكوره. يعني عشان تجديد التعاقد الله اعلم بقى. بس بص ده بالعكس. طب بالمناسبه هو هيجدد في الزمالك ولا لا؟ زيزو وجهه نظرك. لا لا لا. أيوة. حاسمه. ايوه. طيب هيلعب في مصر ولا بره مصر؟ على حسب. على حسب فعلا. على حسب ابوه، على حسب والده. يعني هو ممكن يأثر على زيزو طبعا بالشكل ده اذا كان هياخد عموله. يعني هو حقه مالناش علاقه. هياخد نسبه فهو هيشوف العقد اللي جاي له وهو نسبته هتبقى قد ايه ويأثر على ابنه. هل التويته اللي كان اصدرها ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الاسبق ورجل الاعمال طبعا الشهير، يعني ان هو كان بينتقد طريقه تعامل والد زيزو مع المفاوضات الخاصه بالتجديد مع نادي الزمالك، هل انت شايف هو كان بيقول له يعني عليك ان انت تتحمل كده العباره ونجيبها يا محمد بعد اذنك، ان انت تتحمل انت اتعاملت مع زيزو على ان هي سلعه، والسلعه فيها مكسب وخساره، او التجاره فيها مكسب وخساره، فعليك ان انت تتحمل ان انت حولت ابنك او النجم احمد زيزو الى سلعه تجاريه، فبالتالي عليك ان انت تتحمل الربح او الخساره. هل انت شايف ده وصف دقيق لازمه التجديد مع زيزو في الزمالك ولا لا؟ انا ما قريتهاش، ما اعرفش انا حاجه، بس هي من الواضح. بص يا اسلام، من الواضح ان انت بقالك 8 شهور عمال تقول هجدد مش هجدد زي ما بيقولوا كده بالبلدي، اقطع عرق وسيح دمه. اوكي. فانت هتقول لي اطلب المسؤولين في نادي الزمالك وقول لهم ان انا عايز اجدد. خلي شكلهم وحش. حد يطلع من مجلس الاداره يقول لك احنا هنقعد معاه او مش هنقعد معاه ونخلص، لان فيلم بقى دمه تقيل. 8 شهور عايزين تجددوا للعيب وهو مش هجيب اللوم عليه، بس هجيب اللوم هنا على مجلس الإدارة. بص يا رضا يا عبد العال، بعد اللي حصل بين ممدوح عباس ووالد زيزو أصبحت نسبة وجود زيزو في الزمالك لا تتعدى 5%. تقول لي هيقعد مع ميدو، تقول لي هيقعد مع عمرو الجنايني، تقول لي هيعرضوا عليه عرض جديد. الموضوع شبه منتهي. بكل أسف مجلس إدارة نادي الزمالك التاريخ هيقول إنهم ضيعوا على الزمالك ما يقترب من نص مليار جنيه، لأنهم ما وافقوش إن زيزو يرحل. العام الماضي كان فاضل سنة في عقد زيزو، لو زيزو مشى كان هيدخل للزمالك على الأقل 400 مليون جنيه. مجلس إدارة نادي الزمالك رفض. الكارثة الكبرى إنهم ما جددولوش، يعني ما رضوش يخلوه يطلع بما يقترب من 400 مليون جنيه، وفي نفس الوقت ما عرفوش يجددوا له. فكده تقريبا شكرا. زيزو بنسبة 60% في النادي الأهلي، وبنسبة 40% هيكون في الخليج، إلا لو حصلت مفاجأة كبرى، حاجة يعني تهز الكون خلال الأيام القادمة إن زيزو يجدد للزمالك. لكن الموضوع ده صعب جدا جدا جدا. والد زيزو خلاص زهق وتعب وعاوز ابنه يستقر بقى، يا إما يروح الخليج يا إما يلعب في النادي الأهلي، لانه تفاوض مع الزمالك مره واثنين وثلاثه وعشره، والمفاوضات كلها مع نادي الزمالك فشلت، والمفاوضات كلها مع نادي الزمالك ما نفعتش مع مجلس اداره نادي الزمالك ولا مع الوسطاء اللي كانوا بيدخلوا. وبعدين كده ممدوح عباس اللي هو العمود الفقري لدعم نادي الزمالك خلاص بالتويته اللي عاملها الاخر ده، ولما اتكلم على زيزو ولما اتكلم على ابو زيزو ديت زي ما بنقولوا اللي قسم الظهر البعير، خلاص
ما عادش فيه ثقه لا بين زيزو ولا والد زيزو مع مجلس اداره نادي الزمالك ولا مع ممدوح عباس. وكلنا شفنا ممدوح عباس تخلى عن زيزو في قصه السياره بتاعته 3 مليون جنيه، طب فاضل 2 مليون ما رضاش يدفعهم اللي هم الصيانه او الاصلاحات اللي تموا فيها. فالعمليه كده تقريبا خلاص، تقريبا كده زيزو في الزمالك العام القادم شكرا مش هيكون موجود. في مفاوضات بين النادي الاهلي وبين زيزو، طبعا في مفاوضات وفي كلام وفي قعده حصلت، ولكن هل تم التوقيع الرسمي ولا لا لسه ما حدش يعرف. طب زيزو زي ما قلت لكم 60% في الاهلي و40% في الخليج. الزمالك تقريبا بقى خارج اللعبه. ميدو بقى هيقعد وعمرو الجنايني هيقعد، ده قاعد عشان يصدروه تاني لجماهير الزمالك، عشان يقول لك قعدنا معاه وعرضنا عليه وما وافقش، عشان جماهير الزمالك تهاجمه تاني، عشان يبقى مجلس الاداره كده غسل ايده من زيزو. لا طبعا، ده مجلس اداره الزمالك يتحاسب حساب الملكين في قصه زيزو ديت. انت كان فاضل له سنه في عقده ولاعب كبير واهم لاعب في مصر في الوقت ده، كان حاجه من الاتنين، يا اما جددت له عقده، مش هتعرف تجدد له عقده كان لازم تبيعه والنادي يستفاد. ال 400 مليون جنيه اللي راحوا على نادي الزمالك دولت في ان زيزو ما اتباعش، مين المسؤول عنهم ومين اللي هيعوضهم؟ هو ده السؤال اللي كل الناس بتسأله، ونرجو ان يكون في رد من حسين لبيب ومن مجلس ادارة نادي الزمالك علينا. ما تنسوش الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لحضراتكم.